في الشتاء اللي حوالينا ده، ناكل اكل سخن ولا ناكل اكل بارد؟ ولو هو سخن، سخن مولع نار ولا سخن هادي؟ ولو هو بارد، بارد عادي ولا بارد خارج من الفريزر؟ تعال اشرح لك بالتفصيل الصح ايه والغلط ايه. الصح ايه يا جماعه؟ ناكل الاكل سخن بس مش سخن نار، سخن باعتدال. هيكون قريب من درجه حراره المعده، وهيكون مريح جدا لالام التقلصات والناس اللي عندها قرح ومشاكل في المعده، والناس اللي عندها مشاكل كتيره قوي في القولون وانتفاخات وتعب طول الوقت. هيكون مريح وهيعمل تهدئه، زائد كمان ان هو بيحفز قوي وبيريح الناس اللي عندها مشاكل في ضعف الدوره الدمويه اللي موجوده في الاطراف. بس خد بالك الاكل ما بقاش سخن نار، لانه لو سخن نار هيعمل حرق في المريء، وهيعمل لك التهابات في جدار المعده، وهيعمل لك تقلصات والتهابات ملهوش اي داعي. طيب نيجي بقى للاكل البارد. طب الاكل البارد وحش مش كويس؟ لا بالعكس، ده بارد، ده منعش. يعني احنا في فصل الصيف اكيد بنحتاج حاجه بارده، بس المعادله هنا هي الاعتدال، بمعنى ما يبقاش ساقع بشكل مفرط، لانه لو ساقع بشكل مفرط هيتعبك وهيعمل مشاكل والتهابات كتيره، وهيعمل لك مغص وتقلصات. فانت في غنى عن ده. يبقى لازم نختار الاعتدال، سائع باعتدال. خلاصة القول ايه بقى؟ يبقى احنا محتاجين ناخد الاعتدال في كل حاجة، ما يبقاش سخن مولع نار يبقى معتدل، ولا هو سائع شديد البرودة يبقى سائع، حاجة كده معقولة. ده مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: أبردوا بالطعام فإن الحار غير ذي بركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عجبتك الحلقة دي يا ريت تعملي لايك وتشاركها مع حد من حبايبك قوي. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.